موضوع اليوم للنقاش، وهو من أكثر المواضيع التي يتحدث عنها سكان مدينة الناظور خلال هذه الأيام. فرغم أننا في ذروة العطلة الصيفية، يلاحظ الكثيرون أن الإقبال يبدو أقل من السنوات الماضية، سواء في الشوارع أو الأسواق أو الشواطئ أو حتى في الحركة التجارية. فهل هذا الانطباع صحيح؟ وإذا كان صحيحاً، فما هي الأسباب التي قد تكون وراء ذلك؟ هذا ما سنناقشه في هذا الفيديو، مع التأكيد أن الهدف هو فتح باب النقاش والاستماع إلى آرائكم. من المعروف أن فصل الصيف يمثل موسماً استثنائياً لمدينة الناظور، حيث يعود آلاف المغاربة المقيمين بالخارج لقضاء عطلتهم بين الأهل والأصدقاء. كما تنتعش التجارة والمقاهي والمطاعم والأسواق، وتزداد الحركة في مختلف مناطق المدينة. لكن هذا العام يرى عدد من المواطنين أن الوتيرة تبدو أهدأ من المعتاد، وهو ما أثار العديد من التساؤلات. السبب الأول الذي يتحدث عنه الكثيرون هو ارتفاع تكاليف السفر، فأسعار تذاكر الطائرات والعبارات والسيارات أصبحت مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يجعل بعض الأسر تؤجل السفر أو تختصر مدة الإقامة. أما السبب الثاني فهو غلاء المعيشة بشكل عام، فالكثير من المغاربة المقيمين بالخارج أصبحوا يواجهون بدورهم ارتفاعاً في الأسعار داخل الدول التي يعيشون فيها، وهو ما يؤثر على ميزانية العطلة. هناك أيضاً من يرى أن ارتفاع أسعار بعض الخدمات داخل المغرب، مثل كراء الشقق والمنازل ووسائل النقل وبعض الخدمات السياحية، يجعل تكلفة قضاء العطلة أكبر من المتوقع. ومن بين الأسباب التي يذكرها البعض أيضاً اختيار وجهات سياحية أخرى داخل المغرب أو خارجه، حيث أصبحت الخيارات متعددة، وأصبح البعض يفضل قضاء جزء من العطلة في مدن أو دول مختلفة. كما أن طبيعة العطلة نفسها تغيرت عند بعض الأسر، فبدل البقاء شهراً كاملاً كما كان يحدث في السابق، أصبحت مدة الإقامة أسبوعاً أو أسبوعين فقط، وهو ما يجعل الحركة تبدو أقل رغم استمرار وصول أفراد الجالية. ولا يمكن أن نغفل أن توقيت عودة الجالية يختلف من أسرة إلى أخرى، فهناك من يفضل السفر في أواخر شهر يوليو أو خلال شهر غشت، لذلك قد تكون الحركة مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة. ورغم كل ذلك، لا تزال الناظور واحدة من أهم الوجهات التي يقصدها المغاربة المقيمون بالخارج، لما تتميز به من شواطئ جميلة وطبيعة ساحرة وروابط عائلية قوية تجعل الكثيرين يحرصون على زيارتها كل صيف. لكن يبقى السؤال المطروح: كيف يمكن تشجيع عدد أكبر من الزوار؟ يرى بعض المواطنين أن الحل يكمن في تحسين الخدمات وتنظيم المدينة بشكل أفضل، والمحافظة على نظافة الشواطئ، والحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير عروض سياحية مناسبة للعائلات، مما سيجعل تجربة الزائر أفضل ويشجعه على العودة كل سنة. في المقابل، هناك من يؤكد أن الوضع طبيعي، وأن الحكم على الموسم الصيفي لا يمكن أن يتم في منتصف الصيف، بل بعد نهايته، لأن أعداد الوافدين تختلف من أسبوع إلى آخر. وفي النهاية، تبقى هذه مجرد آراء وملاحظات متداولة بين المواطنين، وقد تختلف من شخص إلى آخر. لذلك نود أن نسمع رأيكم. هل تعتقدون فعلا أن الناظور تشهد هذا الصيف إقبالا أقل من المعتاد؟ وإذا كان جوابكم نعم، فما السبب الرئيسي في رأيكم؟ أم أنكم ترون أن الموسم لا يزال في بدايته وسترتفع الأعداد خلال الأسابيع المقبلة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.